دي ازازه فعلا انا عطلت قدامها كتير وانا بدوقها مع نفسي عشان اطلع اتكلم عليها، فانا جاي اعطل معاكم ونخش في الحلقه على طول. تعالوا بقى نشوف مع بعض هذه الحكايه. كوكونات، باينابل، رم. تعالوا نشوف ميني بيقدم ايه. شوف ايه حكايه الرم دي. اختصارا للوقت عليك وعليها يا صديقي، انا طبعا مليت تانك دروب. احنا حاطين تانك دروب، حلو الكلام، حاجه ستاندر جدا عشان نجرب عليها. ومعانا هذه الزجاجه انا دقتها على ايديا ودقتها في الفيب كذا مره. موضوع في حيره غير طبيعيه، هقول لك ليه ومع بعض بالتجربه. انا هاخد باف دلوقتي على 65 واط. يا نهار ازرق. وانا على 65 واط يا صديقي بلاقي طعم الكوكونات والباينابل مع بعض ومعاهم طعم الرم. هتقول لي ايه هو الرم يا هبيت؟ هقول لك هو مشروب من المشروبات الروحيه، طبعا ما بننصحش اي حد يجربه في الطبيعه، دي حاجه حرام وضد المبادئ والشريعه وضد الاخلاق حتى. لكن عشان لو انت عايز تجربه هنا هيبقى حاجه طعم، بس انت بتجرب فليفر، هو طعمه زي الحقيقي بالظبط. وفعلا نقل التجربه نقله ثانيه خالص. وغير كده بقى، او لسه اللي انا جاي اتكلم فيه مش حكايه الفليفر حلو جدا، بنصح الناس كلها تجربه. لكن انا النهارده جاي اكلمك على التغير اللي بيحصل. يعني انا على 65 هنوصل لل 70 واط. تعالوا مع بعض كده على 70 واط هتشوف اللي هيحصل. لما بنطلع على ال 70 واط بيحصل لنا تغير غير طبيعي، تغير فعلا لازم نقف له ونرفع القبعه عليه. ايه اللي بيحصل ده؟ لا، انت بتلاقي الايس هنا او الساعه هنا هي نزلت سيكه وعلي معاها الرم، طعمه بقى واضح قوي. وحته الباينابل بتاعي او الكوكونات بيرجع في الخلفيه. لا، الرسبايه دي هي مش ازازه واحده، انت شاري حوالي 3 4 ازايز. لان انا جربت ده، جرب ده بقى معاك. يعني انت مثلا عندي الماكس 80 واط، ماكس الكويل، وبدايته 60 واط. اقعد العب 5 في 10 5 في 10، انت كل لعبك هتلاقي لها ايراد بتظهر وبتختفي وبتتغير. فالموضوع هنا فعلا جامد جدا جدا جدا. وبنصح اي حد بيحب الكوكونات باينابل يروح على طول لميني دي ال ام تي ال فري بيز وسولت، موجود منها كل حاجه، كل التركيزات لحد 18 مللي جرام. بجد عاملين حاجه رائعه. والرم طلعت عند حسن الحظ، فني صح صني. فانا الرم تعب لي والله. انا هروح اكمل انا رم بره وانت رم هنا ونرم مع بعض.